التسول في المسجد. قال الحنابلة يكره السؤال في المسجد ويكره إعطاء السائل فيه. قال الشافعية يكره السؤال في المسجد وإذا كان فيه تشويش على المصلين يحرم. قال المالكية ينهى عن السؤال في المسجد ويكره إعطاء السائل فيه. قال الأحناف يحرم السؤال في المسجد ويكره إعطاء السائل فيه. انظر إلى الأقوال. التسول يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، الذي يتعفف لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعفون أنفسهم. أما القادر على العمل فلا تحلها الصدقة. في سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي سليم الأعضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، أعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالناس أوشك الله له بالغنى. ويقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في المسألة ما ذهب أحد إلى أحد يسأله شيئا، أعوذ بالله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى قوم قابعين في ركن المسجد، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. فعلاهم عمر بدرته ونهاهم وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا من ابتليت بالفقر وصبرت، اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أكثر أهل الجنة الفقراء. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، وفي رواية 40 خريفا. اللهم اغني كل محتاج، اللهم اغني كل فقير يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.